إبراهيم لما ربنا سبحانه وتعالى أمره يترك زوجته وابنه الصغير بواد غير ذي زرع، ربنا عرفه بس مكان البيت وقال له يترك زوجة شابة صغيرة ومعاها ابن رضيع. سيبهم ازاي في المكان الموحش ده انت تسيبهم وتروح الشام عشان في مهمة تاني. يعني لو كان هو عايش معاهم ما كانش هيحصل ده كله، ما كانش هيرعاهم الرعاية دي. ده ربنا سبحانه وتعالى يفجر الأرض تحت رجلين سيدنا إسماعيل، وتيجي قبيلة اسمها قبيلة جرهم فاستأذنوا السيدة هاجر احنا عايزين نقعد معاكي، فطبعا في مية كتير وربنا نزل لها خير كبير في هذا المكان فأذنت لهم بذلك. يكبر سيدنا إسماعيل ويتجوز منهم، عملت مدينة كاملة. لو كان هو موجود معاه ما كانش ده يحصل، لكن لما سلم لأمر الله جه الفرج. هكذا في حياتنا لما تسلمي لأمر الله وتقولي سمعنا وأطعنا بس كده، ما تسأليش ازاي. لما توكلي نفسك لنفسك خلاص عيشي بقى، اعملي شوفي هتعملي ايه. لكن لما تسلمي الامر لله يعمل المعجزات. يروح سيدنا ابراهيم يرجع يلاقي ابنه كبر وشاب ومتجوز وبقت مدينه، ده انا سايبهم في واد غير ذي زرع عشان سلمت.